اعلم أن عندك ما يتمناه غيرك. إذا أصبحت معافى في جسدك ولك قوت يومك وتشعر بالأمان بحيث لا يخرجك أحد من بيتك ولا توجد حروب ولا يوجد ما يروعك أنت ومن معك، فاعلم أنك قد حيزت لك الدنيا بحذافيرها. ما الذي يجعل الإنسان في ضيق وفي ضنك وفي خوف شديد؟ وهو نظرته إلى المستقبل، فهو ينظر إلى المستقبل الذي لا يوجد مستقبل في الدنيا. المستقبل عند الله سبحانه وتعالى، المستقبل في الدار الآخرة. أما نحن في هذه الدنيا نحن نمر ونبتلى تارة بالخير وتارة بالشر، فإذا كنت في نعمة لحظية فاحمد الله عز وجل عليها ومارس الامتنان حتى تدوم تلك النعمة. لك صحة، احمد الله عز وجل. الكثير من الناس ليست لهم صحة، يتمنون ما عندك بيت، فالكثير من الناس ليست لهم بيوت. عندك أولاد، فالكثير من الناس ليست لهم أولاد. عندك ما تتقوت به، فاحمد الله عز وجل. الكثير من الناس لا يجدون ما يسد رمقهم، فاحمد الله واشكره حتى يزدك الله عز وجل من خيره ومن فضله. ولئن شكرتم لأزيدنكم، قال الله تعالى ولئن شكرتم لأزيدنكم. الشكر يجلب النعم، الامتنان بمعنى تقول الحمد لله عندي وعندي وعندي، فالله عز وجل يزيدك من هذا الخير. حتى في علم النفس والعلماء الذين تكلموا عن الخير والشر وفلسفة الحياة وتكلموا عن العقل الباطن وعقل اللاواعي، قال لك أن الإنسان كل ما كان يرجو الخير ويتمنى الخير ويفعل الخير ويشكر الله على هذا الخير ويقول أنا عندي وأنا عندي وأنا أحمد الله وأنا أشكره، إلا وتمتع بهذه الخيرات. وكلما كان الإنسان سلبي ويقول أنا خايف من المستقبل، أخاف من الجوع، أخاف من المرض، أخاف من كذا، أخاف من الإفلاس، إلا وحدث له ذلك. فليحذر الإنسان وليشكر الله عز وجل. عندي يا ربي الصحة، اللهم لك الحمد. أنا أتنفس، اللهم لك الحمد. أنا أسمع، أنا أنظر، أنا أشم، أنا أتحرك، أنا أفعل، أنا أقف على رجلي، أنا أفعل وأفعل وأفعل، فهذا خير كثير. إذا عطشت عندي ماء، إذا جعت هناك ما أسد به جوعي، فهذا خير كثير. لماذا ينظر الإنسان إلى أشياء ليست له؟ كل ما كان بعيد عنك فهو ليس لك. أنت لك اللحظة التي تعيشها، اللحظة مش اليوم، اللحظة، فاستمتع بها وتمتع واشكر الله عز وجل، ولا تنظر إلى الماضي ولا تنظر إلى المستقبل. اعمل، نعم اعمل وادخر ما استطعت أن تدخر من الأموال، وافعل ما ينبغي أن تفعله واعمل بجد كذا، ولكن اللحظة لا تضيعها، بل اشكر. والله في الشكر وفي الحمد خير كثير. فأول سورة في القرآن الكريم هي سورة الفاتحة. وماذا في سورة الفاتحة؟ فيها الحمد لله رب العالمين. الحمد بمجرد يقولها الإنسان يشعر بسكينة وبراحة واطمئنان وكل الهموم تزول، بل وهي تنفع المؤمن. غير المؤمن حتى لو قالها لا يشعر بها، لأن القرآن لا ينفع إلا المؤمن. قد ينفع غير المؤمن إذا كان على الفطرة ولا يعرف ما معنى القرآن، وهذا قد جربناه. الناس اللي يكونوا لا يزالون على الفطرة ولا ينكرون القرآن ولا يعرفونه فإنه ينفعهم، لكن الذين ينكرون القرآن ويكذبونه ويشكون فيه فهؤلاء يزيدهم خسارة إلى خسارتهم ويضلهم. ياك القرآن كتاب هداية، نعم، ولكن للمؤمنين. أما غير المؤمنين فإنه يضلهم ويزيدهم ضلالا إلى ضلالهم. فنحمد الله عز وجل ونشكره على النعم التي أصبغها علينا ظاهرها وباطنها، ونسأل الله عز وجل أن يديمها علينا، والحمد لله رب العالمين.